انا ليه كل لما ادعي دعوتي مش بتستجاب؟ كلنا اكيد جربنا ندعي ربنا دعوات كتير وربنا استجابها، بس احيانا بيكون في حاجات معينة انت نفسك فيها ومهمة في حياتك بس ربنا لسه ما استجابش. بتلح في الدعاء وبتطلع صدقات وبرضه لسه. المشكلة هنا ان احيانا بسبب ان نفسك قوي في الحاجة دي بتبتدي يحصل عندك فتور في الدعاء. لما الاجابة تتأخر جدا تحس انك بدأت تفتر في الدعاء، دعائك بدأ يقل تدريجيا، بل يمكن بطلت تدعي اصلا، وبعد كده حصل لك فتور في العبادات نفسها، ويمكن بعد كده حصل لك شيء من ضعف الإيمان، وممكن بعد فترة يتحول لسوء ظن بالله، وممكن انت تلاقي نفسك بعدت عن طريق ربنا. كل ده بسبب الدعوة اللي ربنا لم يستجيبها لك. علشان كده هقول لكم حاجتين مهمين جدا بخصوص الكلام اللي انا بقوله ده. الحاجة الأولى، ليه احنا دايما بنسيء الظن بالله لما لا يستجيب الدعوات، رغم ان ربنا بالفعل استجاب دعوات تانية؟ مش يمكن يكون في مشكلة في الدعوة دي خصوصا عندك انت؟ طب ازاي؟ اقول لك، ممكن يكون وقت ما كنت بتدعي الدعوة دي كان عندك حاجة في مالك حرام، يعني صاحب المال الحرام ربنا لا يستجيب له. مش يمكن مالك فيه حاجة حرام؟ الحاجة التانية اللي بعد كده، ان يمكن اكون الدعوة دي لم تؤخذ حقها من الفقر ومن حسن الظن بالله والثقة فيه. الحاجة التانية ان ممكن يكون في معصية انت بتعملها هي السبب في منع الاجابة دي. فلازم تشوف نفسك، شوف انت مقصر في ايه. اخر حاجة، انت ممكن تكون الدعوة دي ما خدتش حقها من حسن ظنك فيه، ولازم تعرف ان ربنا له حكمة من تأخير الاجابة، وان ربنا عاوز يسمعك ويشوف قلبك، وممكن وقتها ربنا يستجيب لما يلاقيك فقت من غفلتك. ويمكن ربنا يمنع عنك الحاجة دي رحمة بيك، ممكن تكون جاهل بانها هتأذيك، فمن رحمة ربنا انك بتدعي بيها وهو ما استجابش وانت لسه بتقول ليه مش بيستجاب.